اختفاء بلدة أشلي. وهل الجن كانوا السبب في ذلك؟ بلدة أشلي موجودة في ولاية كانساس، السكان فيها حوالي 700 نسمة. الأحداث بدأت سنة 1952 فيهم 17/8 حصل زلزال بقوة 7.9. كانت بلدة أشلي تقع في منتصف أو مركز الزلزال. فرقة الإنقاذ راحت علشان تنقذ الناس، لقوا حاجة غريبة جدا، فجوة طولها يصل إلى 1000 متر وعرضها يصل ل 500 متر، أما العمق غير محدود. الفرق اللي حاولت تنقذ الناس فضلت أسبوعين بتحاول توصل لمصادر علشان تعرف إيه اللي حصل في بلدة أشلي، ولكن المحاولات باءت بالفشل. لما توقفوا لمدة يوم واحد حصل زلزال عنيف مرة تانية، ولما راحوا عشان يشوفوا إيه اللي حصلت لهم صدمة كبيرة جدا، لأن الفجوة اللي كانت موجودة اختفت وكأنها لم تحدث على الإطلاق. وكمان بلدة أشلي ما كانش ليها أي وجود. بلدة أشلي من حيث الأمن كانت تابعة لبلدة بس أكبر منها مساحة قليلا، فالفرق الإنقاذ راحت عشان تعرف أي مصدر للي حصل لبلدة أشلي. كانت الصدمة إنهم لما راحوا لقوا فعلا تقارير وبلاغات من سكان أشلي إن قبل الحادث ب8 أيام حصل إن هم شافوا فجوة غريبة ظهرت في السماء وكان لونها أسود، وكانوا بيشتكوا إن هم مش عارفين يخرجوا من المكان، وكمان كانوا بيشوفوا حاجات غريبة. الشرطة ما صدقتش، ولكن لما الاتصالات زادت قرروا انهم يبعتوا حد يروح يشوف ايه اللي بيحصل. عارفين لما الشرطي وصل لقى ايه؟ لما الشرطة بعتت واحد عشان يشوف اللي بيحصل في بلدة أشلي، رجع لهم تاني وقال انه ما لقاش حاجة. لما سألوه ازاي ما لقاش حاجة قال لهم انه ما عرفش يوصل لبلدة أشلي اصلا. الغريب في الموضوع ان بلدة أشلي الطريق ليها هو سهل للغاية، لان مفيش اي انحرافات، فالطريق فيها انك بتمشي مستقيم على طول لحد ما توصل البلدة. رئيس القسم افتكر ان الشرطي اللي كان موديه ما كانش مركز او كان بيتعاطى شيء ما، قرر ان هو يبعت 10 عربيات عشان تشوف الموضوع. ولكن الغريب ان نفس اللي حصل مع الشرطي الاولاني حصل مع ال10 عربيات اللي قائد الشرطة بعتهم. الشرطة مش عارفة توصل، والبلاغات عمالة تزيد من الناس لانهم خايفين ومرعوبين من الشيء اللي ظهر فجأة في السماء. الشرطة حاولت تقول لهم انهم يلتزموا منازلهم وما يخرجوش خوفا على امانهم لحد ما الشرطة تقدر توصل لهم. ما كانوش عايزين يقولوا انهم مش عارفين يوصلوا لهم اصلا. ولكن حدث شيء مرعب في صباح اليوم التالي. جه بلاغ للشرطة، واحدة بتقول ان النهار ما طلعش لان الفجوة زادت بشكل مرعب. اخر اتصال سيدة بتدعي ان ابنها رجع وبيحاول يكلمها، وابنها طفل صغير وقد فقد حياته منذ 3 أعوام. تعالوا نسمع الاتصال ده مع بعض. Police Department. Hello? Yes, hello? Ma'am, who am I speaking with? My name is April. April Foster. Please, sir, please help me. What is happening, ma'am? Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back! Ma'am, I'm going to need you to calm down and speak clearly. What happened? Who came back? Everyone. Everyone? They all came in the fire. What do you mean, everyone? My son. I saw my son last night. He was walking. He was walking down the street. He was burned. Jesus Christ, he was burned. Ma'am, He died last year. I raised him since he was a baby. He was just me and him. I told him to watch for cars when he rode his bike, but he never wanted to listen. Ma'am, what you're saying isn't making any sense. Keep listening to me! Everyone came back. Everyone who died or went missing, they're back. They're looking for us. Ma'am. He said, Mommy, I'm okay now. See? I can walk again. Where are you, Mommy? I want to see you. Ma'am, where are you now? Are you safe? I'm hiding, just like everyone else. We saw them coming through the fields, and some people opened their doors from us, gods, screaming. I don't know what happened to them, but their houses. I have my curtains drawn. I'm in the closet right now, and... Ma'am,
Is everything all right? Are you okay? Ma'am? Oh my Ma'am! God. Something just came out. Ma'am, stay as quiet as you can. Don't make a sound. Stay absolutely still. Don't leave. Mommy, where are you hiding? Stay quiet. I found you, Mommy. Ma'am? Ma'am? الاتصالات المرعبة فضلت تزداد بشكل غير طبيعي. في اتصال من الاتصالات بيقول في عائلة حاولت تهرب ولكن الظلام ابتلعهم وهم فضلوا يصرخوا ومحدش عارف يلحقهم. وكمان بيقولوا ان اطفال البلد كلها اختفت ومش عارفين يلاقوا اولادهم. واتصال اخير كان بيقول ان الموتى قد عادوا لبيت بيوافق ان الموتى تخش البيت كان بيحترق على الفور. بعد يومين من الاحداث المرعبة دي كلها حصل الزلزال اللي اتكلمنا عنه في اول فيديو، ومن كتر ما الموضوع مرعب تم التكتم على احداث بلدة اشلي.